تسمعوا فيا توا هكا خير ولا لا؟ توا تسمعوا ولا لا؟ ما نعرفش. اكتبوا لي واحد. اوكي، 5 على 5 صوت. باهي، انا عندي برشا عملتكمش لايفات. أه انا عملت البارتي الاولى هذه على اختنا اقبال. انتم شفتوا المثال اللي حبيت نوصله، واحنا في اقوياء تونس قبلناها، ونحبوها تكون الشعار متاعنا، اللي الانسان اللي يحب يوصل ويخدم مهما كانت الظروف اللي محيطه به، الا اذا ربي هذاك مقدر له حاجه اخرى، الله يرحمه، ولا كذا، ولا مرض مخطر ما عادش. لكن سامحوني، لكن ينجم يغير الواقع متاعه. واحنا اذا نحبوا نغيروا واقع تونس لازم ناخذوا اقبال كمثال، مهما كانت الظروف اللي فيها. بقدره الله احنا اقوياء تونس، وباش نتكلم باسم اقوياء تونس اليوم، اللي احنا ان شاء الله باش نكون حزب شاب، الناس تحب تخدم بلادها، اللي يحب يجي معانا ويمد يده خنغيروا هالبلاد ونقدموا مع بعضنا بالثقة وبالنية الصافية متاعنا، اللي احنا الكلنا، انا واحد من الناس نوعدكم وعد شرف قدام الناس الكل، وصلوا الفيديو هذايا، بارتاجوه، اللي رانا باش نكونوا حقانيين وباش نخدموا بلادنا بقلب ورب، وما حاجتنا بحد شيء وما طامعين في حد شيء. الحاجة الوحيدة اللي نحب نقولها، ألفة الحامدي إذا دافعنا عليها، ودافع عليها أخونا محمد الصامتي، ودافع عليها أقوياء تونس، مش على خاطر شخص ألفة الحامدي يا تونسي فيق، أما على حكاية إنه هاو شاب جاي يحب يخدم بلاده. ما يهمنيش أنا شكون اللي جابه وشكون اللي حطه، ما لا أنا غدوة يكلموني يقولوا لي إجا سي مراد شد لنا وزارة الصحة، باش نقع في نفس المشكل، باش نقع في نفس المشكل، ومن بعد تقولوا علاش أدمغتنا ما تنفعش بلادها، وعلاش أدمغتنا ما ترجعش، وعلاش كذا. هذه حكاية عقلية يلزمها تتبدل، سينو رانا ماشيين للحيط. اطلعوا اهبطوا اعملوا اش تحبوا، سبوا عاركوا تعاركوا في بعضكم، راكم ماشيين للحيط. راهي بلادنا ماشية للحيط، وكان الواحد قلبه يوجع على بلاده، راهو مش على خاطرك انت عايش في تونس راك تحبها اكثر مني، ماكش على خاطرك انت عايش في تونس تحب تونس اكثر مني. راي بلادي، راهو عشت فيها، راني تمرغت في ترابها، راني عديت شغلي الكل فيها، راه ولاد حومتي الكل فيها، راهو بابا وامي فيها. كتبت الخبزة باش خرجت ولقيت وضع ما يساعدنيش باش نخدم، ولقيت فرصتي لبرا، لكن ديما بلادي في قلبي. واللي نتعلموا في الخارج نحلم اني نطبقه في بلادي، واللي نشوفوا انا في الخارج كيفاش يتعمل له، كيفاش الخدمة وكيفاش النظام، نحب نطبقه في بلادي. علاش احنا ديما التالي على العقلية متاعنا؟ والله عقليتنا يكذب عليك، لا هم يكرهونا، هاو ماسونية، هاو ما نعرفش شنو، على خاطر الشعب بايعها بلفتة. الشعب اتعلم اخطى راسي واضرب. الشعب تقول له هاو يسرق في قدامك، كيش يهمني فيه. والله ما دام تخمموا بالعقلية هذيك مستحيل باش نبدلوها البلاد. وهذاك الفراغ اللي خليتوه انتم كشعب واعي وكشباب وكاللي تحبوا ككهول وكشيوخ واعية بالوضع وكل شيء، الفراغ اللي خليتوه انتم هو اللي خلى العصابات تطلع كالفقاقيع، كالشامبينيون يطلعوا بارتو، على خاطر انتم خليتوا لهم الطريق. احنا كي نحكي عن نقابة ونحب نتكلم عن نقابة بأقوياء تونس، واحنا نتحملوا مسؤوليتنا كأقوياء تونس، اللي رانا باش نقفوا مع الحق وباش نقولوا الحق وباش نقولوا للغالط راك غالط والمحسن احسنت، مهما تكون مكانته في البلاد. يبداش اللوبي من اقوى اللوبيات في العالم باش نقولوا لك راك اسات، نقولوها لك اتاكد منها. تريدون هالحرب، نحن مستعدين لها، حرب بالقانون احنا، وحرب بالديمقراطيه. انا شوفوا انتوما دور النقابات في العالم، تحبوا نحكوا عن النقابات؟ شوفوا دور النقابات في العالم شنو.
النقابي دوره هو انه يحافظ على تطبيق مجلة الشغل، يشوف الحالة متاع اللي يخدم فيها الخدام هذاك التونسي باش يحاول يحميه ويغير الوضع متاعه. إذا ثم مشكلة هو يتدخل النقابي، لأنه باش يكون الصوت متاع المنخرط هذاك ويقول راهو عنده مشكلة في الخدمة وعنده كذا وعنده كذا. والنقابي هو الأول اللي يحارب على المؤسسة اللي يخدم فيها المواطن باش تكون من أعلى طراز وباش تقعد واقفة على ساقيها. احنا توا شكون نلقاو في النقابة؟ مش حكاية باش نحافظ على المؤسسة باش تقف على ساقيها وما تفلسش وتخدم. نلقاو النقابي اللي يدمر في المؤسسة باش تبرك على ساقيها، ومن بعد يجي يقول لك انا ندافع على المواطن وندافع على الشغل وانا الناضل وندافع على تونس. باش نقول انا باش نمشي باللوجيك، وديما نحكي معاكم باللوجيك وردها عليا ان استطعت ونعاودها لك مرة اخرى. تونسيان من وقتاش مفلسة، سبيطاراتنا من وقتاش مفلسة، وزارة التعليم من وقتاش مفلسة. ماناش عايشين ديما بالديون، ماناش عايشين ديما بالديون. يعني ناخذ مثال ألفة الحامدي، خاطر هما باش يقول لك يدافع على ألفة الحامدي، ما عندي ما نربح منها، اوكي والحمد لله. ألفة الحامدي علاش احنا ندافعوا عليه؟ هي مثال. تونسيان ما مشدوها قالوا طيارات ودماغات وناس عندها الخبرة وناس إداريين كفء، ونوصلوه كيما نحكموا بالنتائج ولا ما نحكموش بالنتائج ولا نحكموا بالأسماء. يعني أنا الدكتور مراد الفرشيشي نحطوه في سبيطار باش يحركك سبيطار ويطوروا خاطروا كفء وما نعرفش شنو. النتيجة من بعد مراد الفرشيشي فلس السبيطار. شنو يجي من بعد واحد آخر مسكين يحب يصلح، هو اللي ياكل المصبط. علاش انا ما تكلمونيش خاطرني فسدت السبيطار وفلسته؟ على خاطر انا ورايا شكون اللي حط. قام واحد قال لي مره، كتب لي تو في البريفي، قال لي راه من الرؤساء نتاع تونسيان شبيكم ما تكلمتوش على الرؤساء اللي قبل اللي خرجوا واللي مشاو نتاع تونسيان. كيما واللي يعبي يخرج ويجي لي من بعده يعبي ويخرج ويجي لي من بعده يعبي ويخرج. هذا اللي صاير ولا لا؟ عبي واسكت واخرج. تو يجي غيرك عبي اللي يجيب الحق يقول لا ستوب. شنو هو اللي صاير في المؤسسه هذه؟ شنو هو اللي صاير في سبيطار، ولا شنو اللي صاير في الوزاره، وشنو علاش فارسه، علاش الخدمات هكا؟ هذايا بيه وعليه، هذايا تابع الحزب الفلاني، هذايا جابوه على خاطر فما لوبيات. تتكلموا على السفير اللي مشات لدار السفير وكذا، بالكش مشات تعمل في كاس هي فودكا معاه ولا كاس ويسكي. والسفير اللي حوس في تونس عنده 4 سنين وهو يحوس، والسفير اللي يخرج يقابل في العباد في الزيتون وفي القمح ويشد في وتصاور، والسفير تصور معاه الصحفيين والمذيعات والراقصات والفنانين. شبيكم ما تكلمتوش وقتها؟ وين الاتحاد؟ وين وقتها هيبة الدولة؟ وين وقتها؟ وين هيبة الدولة؟ وقتها ما تشوفوهاش. عمركمش شفتوا في دولة ديمقراطية تحترم روحها صحفيين في فرنسا ساهرين مع سفير أمريكا ولا ساهرين مع سفير الصين ولا يشطحوا معاه على بيست ويرقصوا؟ هاي اعطوني ترى شفتوش صحافي ويقف مع سفير يشطحوا وياه مصورينه؟ شفتوش السفير متاع اي دولة تحترم روحها يحوس من بلاصة لبلاصة ومن غير ما يرجع للدولة التونسية ولوزارة الداخلية وياخذ اوتوريزاسيون ويخرج ويمشي يقابل في عمال ويمشي يشوف في الزيت ويمشي يشوف في الفرينة ويداخل للمعامل بنسيفة؟ هذاك وقتها لا،
ما تتكلموش عليه. والله نشد موضوع واحد، نشد زوز، نشد ثلاثة، سامحوني راني اليوم منرفز ومدبرم وباش نحكي بالواقع على خاطر الواحد قلبه فاض. قداشنا معوجين في هالبلاد، نحكي في الموضوع اللي باش نحب فيه، واللي عنده باش يرد عليا يتفضل يرد عليا ونناقشه في اللي تحب انت. تحب نناقشك في الدين نناقشك، تحب نناقشك في المات نناقشك، تحب نناقشك في الطب نناقشك، تحب نناقشك في السياسة نناقشك، تحب نناقشك في الاقتصاد نناقشك، تحب نناقشك في الدبلوماسية نناقشك، والحمد لله. تحبش نناقشك في المتنبي وفي كذا نناقشك. راهو المشكلة العقلية متاعنا يا توانسة فيقوا. أنا نلوم على التونسي اللي منخرط في نقابات، فهمتوا؟ وهو ساعات تلقاه مش عاجبه الوضع. علاش ما يجبدش روحه؟ علاش ما يجبدش روحه؟ علاش ما يقولش ستوب هذاكم تغرقوا في البلاد؟ قداش من اوم دافير ومعمل تسكر بعد الثورة؟ قداش؟ نحكوا بالارقام ومانيش قاعد نتطاول على اكس ولا على ايجريك، بالارقام. قداش من معمل تسكر؟ يجوا للخدام يقف قدام المعمل كلاب ديجاج ديجاج ديجاج، من بعد المعمل يسكر وقت الخدام ترسلهم طيش بطال في الدار، بطال في الدار. والاخر اموره واضحه، هذاك يخلص من النقابه، اموره واضحه والخدمه يجيبها ربي. الله يرحمه النقابي اللي مات مرض، والله يرحمه وما نجبدش اسمه، مش نقول اسمه، مات في سبيطارات تونس. هزوه القد في سبيطارات تونس. مات في باريس، مات في باريس. يا اللي تتبع فيهم وتجي في السبيطار وتسكر الباب وتقف وتصيح وتعيط وديجاج ديجاج يا مدير ديجاج يا طبيب ديجاج ما عرفش شنو، وباش نتكلم معاكم بالفرشه ومانيش طبيب اليوم. انت كي باش بعد وقت تدمرك السبيطار وتخلي الحاله نتاعو هكاكا وتتبع في النقابات ويجري وراهم وكذا واحد، ونحبكم يا نقابات سبوني انا، ما عندكم ما تشدوا عليا والحمد لله. هاكا وقت يمرض بوك وامك تلقاك السبيطار مدمر، لكن هما وقت يمرضوا يداووا في باريس. تبعوا من تالي، ومن بعد اقعدوا ابكوا شبيه البلاد فالسه، شبينا معنا شهريات، شبيه المعمل الفلاني سكر، شبيه الحاله متاع الاداره هكا وهكا، شبيه السبيطار نمشي تلقاه مكسر والانفيرميير تعيط عليا والعشاشي يسب فيا. وقت اللي صارت فاس مدنين وسبيطار مدنين، ونرجع لكم بالوقائع. انا مانيش ندافع على ألفة الحامدي، ندافع على مبدأ، ما ندافعش على شخص. وقت اللي سبيطار مدنين وتكلمت عليه وجاي المريض من جربه وسكروا الباب، وقت اللي مبعد سخنت الحكايه وهبطت عليها فيديو وكذا وسخنت الحكايه، الانفيرمية هذاك اللي واقف ويشجع من تالي وعامل هكا ويقول نقبلوش، واحنا ما نقبلوش، يخدم في سبيطار وحتى اللحيه ماشي محجمه ويسلك. وقت يجوا يسالوا فيهم بعد قالوا له العمله اذا ما تعملش اش قال، والفيديو موجود وان شاء الله ما فسخوشوا. قال لهم هذوكم ناس على قد عقولاتهم، راهم وحدهم وقفوا في الباب هاك اللي ينظفوا العساسه وكذا. شفتوها كيفاش دزوها فيهم، دزوا المشكله ليهم هم. لكن اللي يصفقوا هذوكم وقت يجروا نقابه يجري يا برا يمشي يسكر الباب، يمشي يسكر. هاو كان بعد جبد روحه هو وحدكم انتوما. ووقت اللي يفلس هاك السبيطار هذاك ويسكر، تاكدوا راهو هو باش ياخذ في شهريته، وانتم اللي باش تقعدوا بطاله. اللي انا نتمنيت من التوانسه ومن الشعب التونسي وحلمت بيه، الشعب التونسي اللي حلمت بيه انها الناس الكل وحتى الاتحاد، اللي الاتحاد راهو شريف ياسر، راهو عالي. الاتحاد اللي عامله فرحات حشاد اللي يرحمه، راهو اتحاد بالحق متاع رجال، متاع ناس تناظر، متاع ناس تضرب على البلاد، مش تخدم في لوبيات. مانيش نحكي على الاتحاد، راهو الاتحاد هو الاتحاد. اما كيما الاتحاد امبولانس، تنجم تكون امبولانس فيها طبيب وينقذ في العباد ويحيي فيهم، لكن تنجمك الامبولانس هذيك بنفس السيران اللي فوق منها، بنفس الكولورات، بنفس الشعار ومكتوب عليها امبولانس،
وفي وسطها سلاح وفي وسطها إرهابيين. لكن الأمبولانس تقعد أمبولانس. فالحشاد الله يرحمه والاتحاد راهم فخر لينا، راهم فخر. لكن العباد اللي تسير فيها الآن قاعدة تخرب في البلاد، قاعدة تخرب فيها، ونتحمل مسؤولية كلامي. واحنا في دولة الحرية وعندي الحق باش نقول اش نحب، ونهبط لتونس وبرا وقولوا راهو طبيب قال. كلامي واقعي، ردها علي ان استطعت. لانكم انتم اللي نورمالمون لو كان جيتوا تحبوا البلاد، واتحاد يحب البلاد، ونقابات تحب البلاد، واختصار ثورة، انتم تعرفوا اللي بعد الثورة بلاد غارقة، اقتصادها غارق، ناس بطالة، الناس بشهيدهم طايشة في الشارع. ما تجوش تشجعوا على القرافات باش يزيدوا في الشهريات، بالعكس تلتفوا مع الشعب وتقولوا لهم يا جماعة، حتى انتم المناضلين متاعكم والناس اللي تتبع فيكم، تقولوا لهم يا جماعة راي بلادنا توا محتاجة ان الكلنا نخدموا اكثر، خلونا نخدموا اكثر، نقصوا من الشهريات نخلوها كما هي عام، ونخدموا على رواحنا، والكلنا نتلمدوا لبلادنا. واللي كان يخدم في شركة يخدم فيها 10 سوايع، اخدم 11، ما يسالش لبلادك. راهي تونس اش عملوا؟ جرافات، سكر المعامل، زيدونا في الشهريات. شوفوا تونس توا اقتصادها علاش طايح؟ على خاطر زيد الماء زيد الدقيق. دولة النمو متاعها 1% ولا 2%، وتزيد في الشهريات للتريبل. فين باش تمشي به؟ فين باش تمشي به؟ باش تغرق يا ولادي. رومات هذا ولا قولوا لي الدماغات اللي موجودين في الاتحاد فيها دكاترة في الايكونومي وفي السخط باش يفهموها. راه 1 مع 1 يساوي 2. راك اللي ماشيين بيه توا السياسة اللي ماشيين بها راهي باش تغرقها. راك الشعب راهو دبرم، راني رفعت المورال نحس الشعب دبرم. فين ماشيين به؟ راهو نتكلم توا مانيش نتكلم باش نقول لكم هاو النقابات وما شنو. انتم النقابات، انتم الشعب، انتم اللي تدفعوا في فلوسكم للنقابات، وانتم اللي تاقفوا في الجرافات. يا ولادي اخدموا بلادكم. انسانه جات ما يهمنيش فيها منين جات، وما يهمنيش فيها شنو دو. ما قالت عندي مشروع، اعطيتها انت توا عندها شهرين حاسبتها فيه سيئ. واللي فلسوا تونسيين قبل يقعدوا بال4 وبال5 سنين، لا واحد نهار جاء بعد عام ولا عامين ولا 3 ولا 4 حاسبهم وقال لهم يا ولادي الشركة ماشي للحضيض، يا ولادي راه قاعدة تفلس، فيقوا. ما تكلموش وقتها على خاطر كلها مغمضة عينيها وتاكل مع بعضها. انا نجي نشد شركة ولا نجي نشد سبيطار، انا نعتبر روحي تونسي والحمد لله، وعندي دبلوماتي وعندي شهادي وكذا، وباش ندخل معترك الحياة، ونحب عندي افكار تعلمتها نحب نطبقها. نعطيكم مثال بسيط. يعني باش نشد سبيطار، هاي سيدي اول قرار باش نطلع بيه انا في القسم نتاعي، ولا انفيرميير تخرج من القسم نتاعها. هاي الكل الناس اللي تبدا في 8 يلزموا 8 يكون لابس توني نتاعو واقف، الكل تونياتها نظاف. التشريك والواحد والمشي والجاي ممنوع في الكلوارات. كملت الخدمة نتاعك تخرج. صدقوني يا بعد شهرين إلا ما يطيروني ديريكت، إلا ما يطيروني. محمد ادخل. جاتك دوموند، عاود ابعث لي. محمد سامتي عاود ابعث لي. واش عملنا عاد؟ ولا السب فيش اقوياء تونس محمد سامتي؟ يا ولادي هذاك الواقع تحبوا تغيروه؟ ناقفوا الكل اليد في اليد بكلكم يا توانس، باللي منخرط في الاتحاد باللي مش منخرط. الكلكم تتوقفوا تقولوا احنا فين ماشيين بهالبلاد. راي ألفة الحامدي مثال. خويا محمد عاود ابعث لي دوموند. محمد صامتي ابعث لي دوموند عايشك. راهي مثال خذيناها كمثال مش كشخص، اما اللي عقله محدود شو يقعد يخمم اللي احنا خذيناها كشخص.
هذيك مثالي لكل التوانسه. راهو بلادنا كما تقفوا لهاش ونتلمدوا يد واحده والله العلي العظيم، وهاني حلفت بوالله راهو حسابات، راهي واحد مع واحد يساوي اثنين، والله ماشيين للحيط وماشيين للفلسه. الاحزاب الكل اللي متعديه توا شنو هي اللي تحكم؟ سامحوني ماشي اللي تحكم، الاتحاد هو اللي يحكم. علاش؟ على خاطر ما لقاتش رجال تضرب على الطاوله. شبيني وبينك انت كنقابه ولا كاتحاد؟ القانون والله ما تخدم، يا تخرج يا تهز دبسك وروح. القانون ايش يقول لك؟ واضح. وفي الدول المتقدمه الكل، وما تجوش تحكوا معايا وتقولوا لي ما تعرفش انت ما عرفش شنو. في فرنسا اقوى دوله في النقابات في العالم، واضح. وعايشوا كل يوم. احنا في السبيطار وقت نجو باش نقرف على الحاله متاع الاستعجالي ومتاع الصحه، وانتم ما تعرفوا كيفاش. ما عنديش الحق باش نقرف. تشبيه ما تحبش تتعدى. عاود يا محمد، عاود ابعث. ما عنديش الحق، ما القانون يسمح لي القراف. عاود ابعث يا محمد. ما عنديش الحق باش نقرف الا ما بخيافي قبل، ومبرمج القراف وقتاش وكيفاش وقداش باش المده نتاعو. واضح. احنا في تونس عندنا الحق باش نقرف، من غدوه تلقاهم مقرفين. غير قانوني راه. باهي امبوسيبل. ما aucune réponse de l'invité يا محمد خرجلي. فما مشكلة ديما صارت لي مع إقبال زادة. به أنا نعيب على الشعب. علاش أنا قلبي تعبى؟ نعيب على الشعب اللي يبدأ قاعد على الفيسبوك ويبدأ كذا وبلاد خربت وبلاد كذا، وكان جاي تقول له هاي تحرك، هيا أخت يجي نغير الوضع بالقانون. راه بالقانون. مانيش عصابات. احنا ناس تخدم بالقانون، لكن باش نجموا نغلبوهم العصابات هذوكم رانا اذا تلمدنا الكل. فاش قاعد تشوف هاو انا تابع قيس سعيد، انت دونك ما تقولش برافو لقيس سعيد، انت ضده. هاو انا تابع النهضه، اذا انت ما تقولش برافو للنهضه انت ماكش تونسي وضدي. ماكش تابع انت عبير موسي، بيك وعليك. في الاخر توا احنا مثلا فكره تقويه تونس وقاعدين نجمعوا في العباد وناس نضاف ونحبوا نخدموا بلادنا بقلب ورب، ردونا باراشوك. يا ولدي عمري ما كنت باراشوك شخصيا، وما نكونش جامي باراشوك. فهمتوا؟ وحطوها في مخاخكم. احنا ناس يحبوا يخدموا بلادهم، لان تعبنا من هالعباد اللي قاعده تغرق فيها، وتعبنا من هالعباد اللي قاعده تحفر ديما لبلادها وهم توانسه. وهذاك اللي يغيظني. علاش قلت لكم أين المواطن في وطني؟ أين المواطن في وطني؟ ما فهماش. فين تتلفت تلقاها الكلها تسرق والكلها تكذب والكلها تنافق، والكعبات نظاف الباهين اللي قلبهم وجعهم على البلاد قاعدين يعانوا. غريبة ما نجمتش ندخل حتى واحد معايا. قاعدين يعانوا. نوال المحمودي اكزامبل. ونوال المحمودي في الكلام هالكل والقضايا اللي قدمتهم فيهم النقابي اللي يوقف لها ضدها، واللي يحب يكعبرها لها، واللي جايها على الصباح وجايبه معاها جماعه وديجاج ديجاج ديجاج. وكان اختي نوال موجوده تو ترد عليكم. وين المحاسبه؟ ما فماش. وهذاك علاش توا وضحت الامور بحكايه اختنا ألفة الحامدي. وان شاء الله يا ربي نتقابل انا وياها نهار الاحد في مارسي ستخيم، وعندنا برشا باش حوايج باش نحكوها. شيء ما يحبش يتعدى لي يا محمد. aucune réponse de la part. اختنا ألفة الحامدي تجي تقول يا جماعه راهم قاعدين يوكلوا فيكم في حوايج فاسد، هكا ولا لا؟ به اختنا ألفة الحامدي كي عملت هذاك الكل وضحات وهز الدوسيات تعرفوهاش انتم؟
ما تعرفوهاش، ما تسمعوش به. يعني اللي عملته هذاك الكل ودوسيات والتكعبير اللي صار له وكذا، مش تلوش في الباز ولا جابت وقائع، جابت حوايج صحاح، على خاطرها خايف عليكم انتم يا توانسه، يا اللي تاكلوا في السموم كل يوم وما فيكمش فايقين برواحكم. ورغم هذاك وقفوا معاها قله قليله من الناس الشرفاء اللي موجودين في كل قطاع. فهمتوا؟ وزيدك خويا محمد يعطيك الصحة في التدخل متاعك، كنت باش نقوله ونسيت، ضاعت علي الفكرة. لأنه توا في مثلا يقول لك النقابي عنده التفرغ للنقابة ويبدأ ياخذ في شهريته. حاب نقول لكم حاجة، كي يبدأ متفرغ راهو الاتحاد هو اللي يخلص له الشهرية متاعه، مش الشعب، مش فلوس الشعب، مش فلوس الدولة. المشكلة اللي تخيفني اللي قلتها لكم، كيفاش وقت اللي واحد يتكلم على الفساد لمصلحتك انت، لمصلحة ولادك انت، مش لمصلحته هو، ياكل الكف ويعاني، وهاو مرة في محكمة وهاو مرة ما نعرفش شنو. ونحب نقول ثم قضاة شرفاء تبارك الله عليهم. والله انتم الامل متاع تونس، اللي في الشرطة شرفاء، اللي في الجيش متاعنا اللي على الراس يتحطوا شرفاء، في القضاة شرفاء، وعنا زاد طب شرفاء، وعنا معلمين شرفاء، وعنا اساتذه شرفاء، وعنا ناس برشا حتى اللي قاعد في قهوه وبطال الوضع مش عاجبه وراهو شريف ويحب يخدم بلاده. وعنا في الشباب برشا شرفاء ويموتوا على بلادهم ويخدموا ليل ونهار، راهم همش رابحين حتى شيء. راه مع بيت قاعده تخدم في بلادها وقاعده تعاون وما خدات حتى فرنك. راهو فما دافع ياسين، خويا ياسين الدافع تقوم، الدافع. وثم اعلاميين خويا شكري شرفاء كيما خويا شكري، هذاك اكزامبل. وثم عندي اصدقائي اعلاميين في تونس شرفاء ما باعوش شرفهم، لانها تونس تعدى قبل كل شيء. راك تنجم تعبي الفلوس توا وتلمد ومن بعد وقت يتيح البلاد فلوسك هذيك ماكش باش تاكلها، الورق ماكش باش تاكل. اذا انا عملت اللايف هذايا من الاول على اختي اقبال، اللي ان شاء الله الناس كلها تعاونها، وان شاء الله الناس كلها تقف معاها، لان هذيك مثال للشاب اللي يحب ولا الشابه اللي تحب تغير روحها. هذوكم الحراير متاع تونس. اما كلمه اخيره بجاه ربي باش يبين لكم راهي بلادنا ماشيه في الهاويه، وراه ما تستغربوش نهار يعملوا عليا حتى انا تشويه ويتو يعملوا لي فوتوشوب وكذا، ما تستغربهاش. وقت اللي تشوفوا اختنا ألفة الحامدي وعندكم واحد من الاتحاد من النقابة، مانيش باش نقول لاسامي، أنا ما نجبدش لاسامي، ديما ناخو المثال، كلام زايد عليها يتهكم عليها على خاطرها مشات لدار السفير، ودار السفير ها وكروايق وبحر وما عرفش شنو. وينكم يا نساء الديمقراطيات؟ وينكم يا بنات بورقيبة؟ وينكم يا اللي علمكم الحرية وعلمكم تقولوا كلمتكم؟ وينكم؟ ولا على خاطره هذاك عنده نقابة تعطيكم بالكف؟ تراه وروني، تراه هاو نستنى فيكم عندكم نهار ونهارين وثلاثة، ارفعوا عليه قضية تراه، والكلكم تقفوا معاك المرأة هذيك. خلونا من الاسم، مانيش نحكي على ألفة الحامدي، هي امرأة تونسية، اقفوا معاها تراه، لا دارت بيه لا سبات ولا كلماته. هاني وحده جبدها وحده وقال عليها كلام خايب. وينكم تراه؟ اتهمها يعني بالفساد، اتهمها يعني بالعهر، انها ماشي السفير الامريكي في الدار متاعو. وينكم؟ هاي نساء تونس الحراير، ثم امراه كيفكم راهي تمست في شرفها وما عملت لا يدها لا ساق. وينكم؟ اتحركوا وروني تراه، وروني. ان شاء الله الميساج وصل، ونحب نزيد نوصل الميساج بالقانون ان شاء الله نقلبوا عليكم الطاوله، وبالقانون ان شاء الله باش نرجعوكم للجاده، وبالقانون ان شاء الله
باش نضربوا الفساد في تونس. وانا كلمه قلتها اليوم محمد الصامتي قالها البارح، واقوياء تونس الكل قالوها لكم. اسالوا على اقوياء تونس، ها ان شاء الله جايتكم، وتو نكونوا في على الملعب ونشوفوا شكون يخدم وشكون يحب يعاون بلاده. يد واحده. نعرف اللي احنا مازلنا على الفيسبوك ومازلنا نبنوا بشويه، لكني عندي ثقه يكفي انه معانا. اعطيني معايا 1000 حر وحره يكفوا. ال1000 حر وحره هذوك تنجم تبني بيهم وتغير بيهم دوله كامله. هذاك اللي حاجتنا به. ولو كان جيتوا بالحق يا نقابات يا اتحاد تفكر بتفكير فرحات حشاد الله يرحمه اللي استشهد على خاطر بلاده، واللي خدم وتحرك باش تستقل بلاده، ما تعملوش اللي قاعدين تعملوا فيه توا. انكم كل واحد يحب يخدم البلاد ولا يحب يغيرها ولا شريف يحب ينظفها تقفوا كالشوكة قدامه. واصلوا. وخلينا راني خذيتو اكزامبل، انا قلت لكم مانيش باش ندخل في تونسير وفي الشركه وغالطه والفا الحمدي غالطه ومش غالطه وتعرف ما تعرف، مانيش ندخل، خذيتو كمثال لاني انا قاعد نشوف في روحي توا الفا الحمدي. واي واحد تونسي تبارك الله قادر باش يخدم بلاده ويغيرها قاعد يشوف في روحه توا الفا الحمدي. وفما برشا عباد تحب تعاون وتحب تغير الوضع في بلادها رجع دبرمت تشوف في روحها زايد. انا نقول لكم كيما اليوم انا حسيت بالقهرة، لكن نحب نقول لكم فقت ورجعت والى الامام. بدات الخدمة، بدات الحرب باش ننظفوا بلادنا وباش نرجعوا بلادنا من احسن الدول في العالم. تحبوا تردوها احسن دول في العالم، رجال كما قال صدقوا ونساء صدقوا. وصدقوني حراير تونس يا تبارك الله عليهم ب1000 راجل. حراير تونس ب1000 راجل. يا دنيا ماخذ الباك ب19 فاصل واكسبيريونس في امريكا وكذا. معناها انا توا كان نرجع لتونس مانيش ماخذ الباك ب19 خاطيني زوال، يعني ديما العشرة نلوج عليه. نقولها لكم باش ما تبدوش تلوجوا من بعد. نرجع لتونس توا نحب نخدم بلادي وبافكاري وبحبي ليها ونحب نزيد ونعطيها باش نلقى اللي صار الالف الكف. وقتاش ما نلقاش اللي صار لها؟ وقت اللي باش نلقى شعب ورايا ونلقى شباب ورايا ونلقى الناس الكلها تقول لك ستوب خلوا الراجل يخدم. ستوب خلوا الراجل يخدم. اقفوا الناس الكل مع بعضنا. انا تمنيت ان وزيرها ناخذ ألفا الحمدي كمثال، وزير النقل، وتمنيت المشيشي يضربوا عليها بالبونية ويقولوا للاتحاد شد تركينتك وبرا امشي اخدم على روحك وخلينا احنا نخدم على رواحنا. اما هما من اول ديجاج جو يرشوا. دردرها تصفى ان شاء الله. ونقول لكم تصبحوا على خير ونحن لها بقدرة الله. حاول اخر مرة مع محمد شيء ما حبش يتعدى، حبيت ندخل خويا محمد معانا نعمل عليكم اقوياء تونس ان شاء الله جايه، وبقدره الله باش نكونوا حزب. ماكم تسالوا فينا والاخر مهبط فيديو حزب وما حزب، سنكون ان شاء الله حزب، وباش تكون لكم فيه مفاجآت ان شاء الله، وباش نخدموا على التيران، وباش نخدموا على بلاد، اللي لازم نغيروها. لانه ألفا الحامدي واللي صار لها كشف الشعب التونسي، كشف لكم شكون اللي دمر البلاد. الزوز، النقابات والسياسيين الموجودين في الساحه. نقول الزوز متواطئين. كانك من السياسيين متواطئين، ما نقولش مثلا متواطئين مع الاتحاد وماكم وكذا والترافيك، ما نهمنيش، ما ندخلش فيه. اما باش نقول لك بالضعف نتاعكم وبالفشل نتاعكم
وبالعرك متاعكم خليتوا الساحة، لأنها ولت توا نقابة في دولة مستقلة. نقابة هي تقرر شكون تعين شكون ما تعينش، نقابة تقرر شكون يشد يخدم مدير وشكون ما يخدمش. يعني أنا نجي باش نخدم في سبيطار مثلا ونحب نحط برنامج عالمي تاع أعلى مستوى، يجوني يسامحوني ناس ما خداتش حتى السادسة ابتدائي تقف لي قدام البيرو الصباح وانا نبدا داخل ويقولوا لي ديجاج ديجاج ديجاج. علاش؟ على خاطر سي مراد يحب يكبس لهم الخدمه، يحب يكونترولي الوقت، يحب يكونترولي الفلوس، يحب يشوف الدويات فين ماشيه، يحب كذا. هذا الصاير. يعني انا بالخبره اللي عندي وبنحب نحط برامج وكذا، يجيني واحد يلمد جماعه يقفوا لي قدام البيرو ما عندهمش حتى سيزيم، وماهيش معناها محقرانين. لو ساعات تلقى واحد ما عندوش سيزيم وتلقاه هنا تبارك الله عليه، اما مادام هو ما عندوش سيزيم وتزيد تلقاه واقف قدام البيرو ويقول لي ديجاج، دونك لا عنده لا لهنا لا في مستواه العلمي، ويجي يقول لي ديجاج. كيفاش تحبوا نبنوها البلاد بالطريقه هذه اذا مش كل واحد شد بلاصتو؟ اللي نورمالمون نقابه فما مشاكل تقعد مع المسؤولين بنظافه، نحلوا المشاكل نحطوها قدامنا، نشوفوا واش عندنا واش ما عندناش، وكيفاش مع بعضنا نقدموا باش نخلوا الشركه هذيك واقفه على ساقها. يعني انت توا اللي جاي واقف ومقرف وتعمل الالفه الحامدي ديجاج، ما شفتش قبل اللي كانوا شادين قبل الالفه الحامدي ايش كانوا عاملين في الشركه؟ هاو السؤال اللي نساله. يعني قبل كنت راقد انت ما شفت حتى شيء، الامور واضحه هاني، عصافير تزقزق، ما فماش ديون، طيارات تطير، خدمات تبارك الله، تونس عسل. بالطبيعه انت دونك سي با لا بين تعمل جرافات وكذا، ترقد عادي البلاد هكا لاباس والشركه تمشي الحمد لله. جات الفه الحامدي، نحن حماة تونسير، باش ناقفوا تونسير توا. يعطيكم بعزاء في روسكم لو كان توصلوا هكاكا باش تتباع بالسيف عليكم، ولا باش تقعد الطيارات مطايشه في الجراجات خرد. فيق يا تبارك الله عليك يا اللي مستواك باك بلس ما عرفش قداش. فيق، المال قوام الاعمال. اما ها باش نقول لكم الخلاصه القول علاش قبل كان طيارات تطير رغم المشاكل اللي صايره. على خاطر قبل كانت الناس كل مع بعضها 200 مليار باللي تكملهم لي السنه في الميزانيه، اوكي ما ثم حتى مشكله نكمل لك. علاش؟ الوزير النقلي اللي كان مع حكومه الفخفاخ وهبط وتكلم في شمس فام، اش قال على تونسير؟ باش نفكركم بها قبل ما نخرج. قال كلموني قالوا لي 200 مليار ولا قداش يلزمك تحطهم لنا في الكونت بتاع تونسير على خاطر فاسه. قال لهم لا، الا ما تقولوا لي علاش وفين ماشي الفلوس. قالوا له لا ما نقولوا لكش، اعطينا الفلوس رانا مسالين وكاهو. هذاك كيفاش كانوا يسيروا فيها، فهمت؟ هات الفلوس، سد حفره وخلي البلاد تغرق، وهذيك فلوس الشعب والباقي والشعب توص فيه. هذاك علاش تلقاو سبيطارات في حاله، هذاك علاش ما تلقاوش دوايات في السبيطارات، هذاك علاش تلقاو كياسات محفره، على خاطر الفلوس ماشيه تسد في الحفر نتاع المسؤولين تبارك الله اللي هم مسيرين كبار. وربي معاكم وتصبحوا على خير. ومانيش باش نرد راهو على تحبوا تسبوا سبوا، تحبوا تعملوا باش تعملوا، راهو مانيش باش نرد عليكم على خاطر ربي معاكم.